الفرق بين الحياء والخجل. الأم دي جات لي وهي منهارة، مش قادرة تصدق إن ابني الكيوت الجميل المؤدب اللي بيسمع الكلام كويس جدا في البيت اتفاجئت بشات بينه وبين واحد صاحبه، والشات كان سيء جدا. الولد بيطلب منه في الشات بأوامر صريحة إنه يصور نفسه ويبعت له الصور دي، زائد إن هو كان بيشتمه شتيمة بذيئة جدا. انهيار الأم هنا إنها ما كانتش قادرة تصدق إن ابنها ساكت لحاجة زي كده وبيتجاوب وبيسمع كلام زميله. النقطة اللي احنا محتاجين نتعلمها هنا الفرق بين الحياء والخجل. حقيقي اللي ماما كانت مفكراه إن ابنها جميل وبيسمع الكلام، هو ما كانش بيعمل ده عشان هو عنده حياء وأخلاق، هو كان بيعمل ده لأن عنده خجل. في فرق كبير بين الحياء والخجل. الحياء ناتج من شخصية قوية عارفة الصح من الغلط، بينما الخجل نابع من عدم ثقة بالنفس، ولو اتضغط عليا شوية أو لو محدش شايفني أنا ممكن أعمل أي حاجة غلط. عشان كده احنا محتاجين نستخدم الروحانيات الجميلة في رمضان في ان احنا نعلم ولادنا الحياء. ومن أهم علامات الحياء إنك بتراقب في ربنا. فلو اتضغط عليا أو مهما اتقال أنا ما بسمعش كلام حد في حاجة، عارف إن ربنا مش هيرضى عنها. دي جزئية مهمة جدا محتاجين نتعلمها احنا كمربين، الفرق بين الحياء والخجل. وده هيخليني انزل لكم في الكومنتات فرق مكتوب بين الحياء والخجل. احنا بجد محتاجين نتعلم ده بتفاصيل اكتر وادق عشان نعرف نعلم ولادنا الحياء المبني على شخصية قوية، ونبعد تماما ونعالج الخجل اللي بيتسبب في مشاكل في بناء الشخصية وبيأثر على سلوك أولادنا فيما بعد.